السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل معاكم زبادو. عيالي كل شوية عايزين زبادو عايزين زبادو يا ماما. هنعمله في الكبة بتخليه أتقل وأحسن. معانا علبة زبادي كبيرة. تمام، هنفضيها. هنفضيها كلها. ومعانا هنا فراولة. ومعانا هنا سكر حسب الرغبة، حسب ما انتي بتحبي سكر قد ايه. انا هحط كوباية الا ربع، يعني هخلي منهم شوية، يعني نص كوباية. تمام. ومعانا كوباية لبن هنحط نصها. بصوا هنضربه هنا، انا عايزاه ما يبقاش خفيف ولا تقيل. هنا يا جماعه بصوا ما شاء الله. بصوا عشان ده فراوله، يعني فراوله. هناك بص تحس ان فيها قطع. هناك بيحطوا لون ما تعرفوش. بصوا هنعم ده كله، بس هحط معاه معلقتين قشطه. بصوا معانا قشطه اهي، بشيلها من اللبن هحطها وهنكمل ضربه. بصوا يا جماعه كده شكله النهائي. بسم الله ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله. زبادو بيتي احسن 100 مره. انا بجيب الازازه من بره الصغيره ب 7 جنيه والكبيره ب 13. بصوا احنا معانا ازازه اهي، دي بجيبها ب 13. اوريكم الجمال. ما شاء الله فاكهه، يعني بسم الله ما شاء الله. تمام يا جماعه. بصي اهي زبادو من بره. بصوا نفس السمك ازاي ما شاء الله. لاولادك وتعمليه في بيتك باقل التكاليف. يا دوبك حاجات بسيطه من قلب البيت. كوبايه زبادي هتعمليها، نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، هتطلع لك زبادو. غير هنا فيه ما شاء الله تاني، يعني معانا زبادو بيتي، وعلى الاقل ما فيهوش مواد حافظه، واحنا اللي عاملينه بايدينا. ما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك وفعلوا لنا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مننا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.